بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بزين حلا أنا وأبو ريان. نقص أولها بس بالسكين ثم نكمل الباقي بالملعقة نفرغها. حلانا اليوم من 3 مكونات فقط. اليوم أنا عندي حلا ب3 مكونات سهلة وجميلة ولذيذة، وأتوقع أنها متوفرة في كل بيت. هذه كريمة خفق. الكريمة عندك موجودة. أنا استخدمت اليوم 500 ملي. هذه مقدارها. هنا كوب سكر، عصير ليمونة كاملة، وهذه الكريمة. الفراولة والبلو بيري والبلاك بيري كلهم ديكوريشن. الأصل عندنا ليمون وسكر وكريمة. سكر وبشر ليمونة كاملة. عطني عصير الليمونة يا أبو ريان. عصير ليمونة كاملة. الآن التحريك مستمر إلين يقرب من الغليان. مستمر، لا توقف أبد أبد أبد. النار قصيرة، لا تكون النار عالية أبدا. التحريك مستمر إلين يقرب من الغليان، ثم نطفيه نحطه في الثلاجة. شوفوا وقفنا تحريك، كأنه على وشك إنه يطبخ. باقي شوي بس. شوفوا أطرافه. يا سلام. طفى يا أبو ريان خلاص. سلام. تحريك مستمر، لا توقف أبدا. أول ما تطفيه تطلع منه ريحة جميلة جدا ما شاء الله. فاخر بالآخر ما شاء الله. أنا بنغرفه في القوالب ثم في الثلاجة لمدة 4 ساعات يكون جاهز. جدور الآن نعبي قوالب الليمون، واللي بيزود من خليطنا مباشرة بنحطه في واحد غيره. الليمون اللي فرغناه الخلاط. الثلج سمعتوه يرنع ونعنع. مشروب على كيفكم. الجهاز ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا انا ماخذه من قصر الاواني. جبار. 4 شفرات. اخر من اخر. شوفوا ما شاء الله. 4 شفرات، قوته 1000 واط. جهاز جميل جدا، ومع بعض القطع بوريكم اياها الان. والله ثلجنا ما شاء الله. طيب الجهاز فيها القطعة، تقدر تغير الموس اللي داخل وتنزل القطعة، تستخدم القطعة هذه بدالها، وكذلك العصا موجودة. جميل جدا وجبار الجهاز. بنشوف الآن طريقة الخلط. اللي مثل هذه الأمان فيها عالي. ترى ما يشتغل الجهاز إلا إذا طبق الحرف هذا في مكانه. تشوفون هذا لازم يطبق 100% عشان الجهاز يعطيك التشغيل الصحيح له. ما شاء الله تبارك الرحمن. جهاز تقدر تحط على أشياء قوية، أو الجهاز هذا أو الخضروات. إن اليوم نبي نحط على الخضار، نبي نخلط لنا عصير. بسم الله. يا رب ما ينكب. والله إنه ماشي. ها شكله بوقف مصوت. لا لا تمام، الأمور مضبوطة. نبي نحط معه شوي موية عشان نطلع الخلط على الكيف، ثم إن شاء الله بنشخله. ترى لعبة موية بس. الآن الجهاز اشتغل بكامل قوته. في البداية يشتغل يطحن ويوقف، يطحن ويوقف. الآن يعطيك طحن مستمر. الجهاز خلص طحن.
الآن بنحط لنا ثلج ونشخل عصيرنا عليه. أقول لكم من قريب شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا عصيرنا. نبي نشخله طبعا. نشخلناه نحطه في لا ما عاد ابغى القدر. هذا جيكنا اللي انا ماخذه ب6 ريال من قصر مواني. ما شاء الله جميل ما شاء الله تبارك الرحمن. ترى ب6 ريال. ولو بهالشكل عندهم الحال عندهم اشكال كثيره ما شاء الله. والله بدنا مبرد حر اليوم. نحط لنا كوب ثلج. تقدر تحليه بالسكر، تقدر تحليه بالسيرب اللي تبي. هذا عصير الليمون، تقدر تحليه بسيرب بسكر اللي تبي يا صديقي. بسم الله. هذا عصير الليمون بالنعناع كيف يسرسع مع الحر. الصميم ما شاء الله تبارك الرحمن. مرة تقريبا 4 ساعات عليه في الثلاجة. نبي نحط عليه سكر. طبعا إن شاء الله نكرمل السكر عليه كامل ثم نذوقه بإذن الله. أعطنا الفواكه أبو ريان عشان الديكوريشن. وشكلها هي طبقية اليوم. الله يجعل الصحة والعافية ما شاء الله تبارك الله. لازم نذوق. تعطي ملاعق أظهر هذه كلها. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الله بس لنا هذه أبو ريان. هذه أبو ريان رقم الملاعق وخدماتها وكل شيء. بسم الله. فككها لي كاملة وغسلها ورجعها في مكانها. يا مع العافية. يلا عطني ملعقة. يا سلام بسم الله. شو الله تبارك الله. في الصميم مو هو بلذيذة اللي بعدها جميل ما شاء الله تبارك الرحمن. عشان كذا انا اقول اللي بيحطه في قوالب الليمون ترى ما تكفي واحدة. يضبط لك قالب مثل ذا عشان تبرد قلبك صراحة. تاكل شيء سهل ولذيذ ولو بسريع جدا لانه يبي له تقريبا 4 ساعات او 5 ساعات في الثلاجة. هذا اللي عارف الله ما شاء الله. ها الله كويس. يا العافية.